هنا اللاعب استخدم اليد مع لعيب النادي الاهلي ومنع اللعيب الاهلي ان هو يوصل للكره زي ما احنا ما شايفين مع بعض. يعني هنا التعمد ان هو يستخدم اليد موجود. طب لعب على الكره؟ ما لعبش على الكره، هو بدا يلعب على جسم لعيب النادي الاهلي، استخدم اليد وبعد كده عمل التحام بجسمه زي ما احنا ما شايفين مع بعض، ومنع لعيب الاهلي ان هو يوصل للكره. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا خطا على لاعب البنك الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب ما لعبش على الكره ولعب على قدم لعيب النادي الاهلي. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا خطا على لاعب البنك الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب عمل التحام بالقدم مع قدم لعيب الاهلي، وهنا برضو الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا الحكم حسب مخالفه على لعيب النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض كده هو تبص على قدم لعيب البنك الاهلي، هتلاقي هنا القدم بتتحرك وراحه على بطن لعيب النادي الاهلي زي ما احنا شايفين مع بعض. لعبه زي دي اتحسبت فاول على لعيب النادي الاهلي، طبعا قرار غريب جدا من الحكم. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا لعيب النادي الاهلي كان بيطلب بمخالفه. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب البنك الاهلي بيستخدم اليد في وش لعيب النادي الاهلي. انا مش عارف يعني حكم الرايه لو مش شايف اللعبه دي امال انت شايف ايه؟ يعني لعبه واضحه جدا قدام الحكم بتاع الرايه، والحكم قريب جدا، ولعيب البنك الاهلي بيستخدم اليد بطريقه غريبه جدا مع لعيب النادي الاهلي. يعني فاول واضح جدا، لكن هنا الحكم شاف ان ده التحام طبيعي. طبيعي ازاي وهو بيستخدم اليد؟ مش عارف الصراحه. وهنا ما اتحسبش مخالفه لصالح لعيب النادي الاهلي، وطبعا قرار خطا جدا من حكم الرايه. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطا على لعيب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لعيب الاهلي منع لعيب البنك الاهلي ان هو يعدي، وعمل معاه التحام بجسمه زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا الحكم حسب مخالفه على لعيب النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض اول حاجه هنا هتلاقي لعيب البنك بيستخدم اليد، ولعيب النادي الاهلي برضه بيستخدم اليد، لكن استمرار استخدام اليد كان من لعيب البنك الاهلي زي ما احنا شايفين مع بعض، لكن في الاخر الحكم حسب المخالفه على لعيب النادي الاهلي. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا برضه هتلاقي لعيب البنك الاهلي هو اللي بيستخدم اليد جوه خط ال 18. يعني هنا لما تيجي تحسب المخالفه هتبقى ضربه جزاء لصالح لعيب النادي الاهلي، لان هنا في استخدام باليد وفي دفعه في ظهر لعيب النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي اللعيب البنك الاهلي عامل دفعه باليد وعامل التحام بجسمه مع لعيب النادي الاهلي. هنا الحكم ما حسبش حاجه والفار كمان ما اتدخلش. نروح للحاله اللي بعديها. هنا لعيب النادي الاهلي كان بيطلب بمخالفه. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب البنك الاهلي داخل بقوه على قدم لعيب النادي الاهلي. تخيل اللعبه دي الحكم قال استمرار اللعب وما حسبش اي حاجه في اللعبه دي، طبعا قرار خطا جدا برضه من الحكم. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا لعيب البنك الاهلي كان بيطلب بضربه جزاء. لما نشوف مع بعض اول حاجه هنا الكوره يعني مرتفعه لحد وش لعيب النادي الاهلي. يعني هنا الكوره ما جاتش في اليد الشمال، وطبعا صعب تيجي في اليمين لان هنا الكوره واصله لحد وش لعيب النادي الاهلي، وهنا طبعا حكم الفار راجع اللعبه ومفيش ضربه جزاء. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا برضو لعيبه الاهلي كان بتطلب بضربه جزاء. لما نشوف مع بعض اول حاجه الكره جايه في قدم لعيب البنك الاهلي، وكلنا عارفين ان الكره لو جت في جسم المدافع وراحت على اليد ما بيبقاش فيه ضربه جزاء، فطبعا هنا القانون بيقول ان مفيش ضربه جزاء. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطا على لعيب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم على قدم لعيب البنك، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، والحلقه دي مهمه. وهنا لعيب الاهلي كان بيطلب ضربه جزاء. اول حاجه بص على يد لعيب البنك الاهلي. هنا اللاعب استخدم اليد مع لعيب النادي الاهلي ومنع اللعيب الاهلي ان هو يوصل للكره زي ما احنا شايفين مع بعض. يعني هنا التعمد ان هو يستخدم اليد موجود. طب لعب على الكره؟ ما لعبش على الكره، هو بدا يلعب على جسم لعيب النادي الاهلي، استخدم اليد وبعد كده عمل التحام بجسمه زي ما احنا شايفين مع بعض، ومنع لعيب الاهلي ان هو يوصل للكره. كان لازم هنا الفار يتدخل ويجيب الحكم ويقول له تعالى شوف اللعبه، لان هنا يعني واضح جدا كان ممكن يحسب ضربه جزاء لو جابها له من بدايتها وقال له ان لعيب البنك من بدايه اللعبه فرد دراعه علشان يمنع لعيب النادي الاهلي، ومع تكمله اللعبه عمل التحام بجسمه زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا كان لازم الفار يتدخل لان هنا كان ممكن يبقى في ضربه جزاء للنادي الاهلي، وهنا طبعا كان خطا من الفار وخطا كمان من حكم الساحه. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه النادي الاهلي وفريق البنك الاهلي.